سنة جديدة وإحساس جديد. معرفش إيه السر في البدايات الجديدة، وليه دايما قلبي متعلق بيها. ليه دايما بحب أبتدي من أول وجديد؟ معرفش، بس يمكن عشان بحس إن دايما عندي فرصة تانية، عندي فرصة تانية إني أنبسط، أو عندي فرصة تانية إني أحقق كل اللي نفسي فيه، أو حتى بحس إني عندي فرصة تانية إني أعيش 365 يوم جداد على الأرض. أكيد مش عارفة إذا كنت عايشهم كلهم ولا لأ، بس دايما بحس إن عندي فرصة تانية. ده إحساسي في السنة الجديدة. عارفين كمان إيه إحساسي في السنة الجديدة؟ دايما إحساسي في السنة الجديدة بيكون زي إحساس طفلة مامتها جابت لها كشكول رسم جديد، كشكول جديد وألوان جديدة، ألوان زاهية وواضحة فيها كل الألوان اللي هي بتحبها، والورق بتاع الكشكول كله أبيض، وكل يوم بترسم كل حاجة هي نفسها فيها، بتحط في الكشكول كل حاجة بتتمناها وكل حاجة بتتخيلها. كل يوم تحرك ورقة تانية، كل يوم تغير ورقة تانية. ده دايما إحساسي في السنة الجديدة. زي ما كمان إحساس إن لما حد يكون بيحاول يغير كل حاجة في المكان الموجود فيه، عمال يحرك ويجدد المكان اللي هو موجود فيه عشان يحس بالألفة مع المكان ده، يجدد كل حاجة حواليه فيحس بطاقة كل حاجة جديدة، فيكون منبسط بالمكان اللي موجود فيه. ده إحساسي في السنة الجديدة. بس ده كمان ما يمنعش إن في السنة الجديدة وأنا بغير كل حاجة حواليا وبخليها جديدة، إني كمان أخد حاجات قديمة كنت بحبها من السنين اللي فاتت، أخد حاجات ليا ذكريات معاها مهمة وذكريات بحبها جدا. بحس إن السنة الجديدة رحمة من ربنا بينا. يعني تخيل إن ربنا إدانا فرصة تانية إن إحنا نعيش على الأرض، فرصة تانية لو عندنا أي حاجة نغيرها أو عندنا أي حاجة نحاول فيها تاني من أول وجديد. فبالنسبة لي السنة الجديدة دايما هي فرصة تانية، بس أهم حاجة إني ما تهش أو أضيع فيها. بالنسبة لي أول كل حاجة في السنة الجديدة مختلف. أول دقيقة في السنة الجديدة بالنسبة لي مختلف، بحاول أنتهزها على قد ما أقدر. كمان أول قهوة بشربها في السنة الجديدة بتكون مختلفة، مع إن هي نفس القهوة اللي بشربها كل يوم، أو يمكن يكون حتى في نفس المج اللي بشرب فيه كل يوم، بس إحساسها بالنسبة لي بيكون مختلف. أول حاجة بكتبها في السنة الجديدة بتكون مختلفة، أهدافي وأحلامي وكل حاجة بتخيلها وكل حاجة بحلم فيها وكل حاجة نفسي أحققها بتكون مختلفة وأنا بكتبها لأول مرة في السنة الجديدة. كمان ما أقدرش أنسى إن أول رسالة في السنة الجديدة بتكون مختلفة. إحساسي والناس اللي حواليا بيقولوا لي شكرا إنك لسه موجودة معايا في حياتي، وشكرا إنك داخلة معايا السنة الجديدة. إحساس المسج دي عليا بيكون مختلف. كمان ما اقدرش انسى ان اول تمرينة في السنة الجديدة بتكون مختلفة. احساس ان ربنا بيديني فرصة تانية ان في السنة الجديدة اهتم باحلى واهم حاجة هو اداهالي، هي صحتي وجسمي. كل حاجة في السنة الجديدة بيكون احساسها مختلف. واكيد كمان اول رواية بقراها في السنة الجديدة بيكون احساسها مختلف. بحس ان لسه في امل ان الاحلام والاساطير تتحقق. لو سألتوني على أهدافي السنة دي هقول لكم إن أكتر حاجة عايزاها السنة دي هي إني أحاول أحس بالأمان والسلام، إني أحاول أحمي سلامي الداخلي، وإني أحاول أفرح وانبسط على قد ما أقدر.
واضحك وبس، احقق كل حاجة كنت بحلم بيها في الطفولة، واي حاجة كنت متخيلة انه لا ما ينفعش اعملها عشان ما ينفعش اعملها. عايزة افرح وانبسط وما خافش. لو هدي شعار للسنة دي هقول لنفسي سهام ما تخافيش ان انتي تمشي طريق طويل وانت مش عارفة عن نهايته او اخرته ايه. السنة دي عايزة افرح وبس. صباعك صغنن؟ أيوة صباعك صغنن. أو في النهاية مفيش أروع من إني أدخل سنة جديدة ومعايا كل اللي بحبهم حواليا، وإني أحسسهم إن هما قد إيه مهمين في حياتي، وإن لولاهم مكنتش عمري هبقى هنا. كل أمنياتي في السنة الجديدة إنها تكون سنة خير وفرح وحب عليا. قصرين